السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والشكر لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورحمك الله يا أمي ويا أبي ويا أخي، ورحم الله موتانا موتى المسلمين، ونشكركم على دعائكم لنا دائما. اللهم دائما يرزقكم الشفاء والعافية لنا جميعا، آمين. اليوم سوف نتكلم عن طريقة استخدام الخلة البرية بالتفصيل وبالشكل الكامل. رغم أنا نشرت منشورات ونشرت فيديو تقريبا عن طريقة الاستخدام، ولكن هذا الفيديو سوف يوضح الكثير لكم أخواني بخصوص الخلة البرية. لمن لا يعرفها ولمن يشاهد هذه الفيديو لأول مرة، أنا معكم المهاجر العربي، أنا أستاذ وأكاديمي عراقي. قد أصبت بالبهاق عام 2015، ولله الحمد والشكر. يعني سبحان الله، جعلني الله منبرا ورسالة للناس للتشافي من البهاق، واستخدمت الخلة البرية. فارجعوا وشاهدوا الفيديوهات على قناتي. طيب اخوان، بالنسبه للاستخدام سوف نتكلم اليوم، نتطرق الى شيئين: الخله البريه كبذور، والخله البريه كخلاصه البذور. خلاصه البذور هي من مركز هيربال هاوس سنتر، هذا المركز المصري الذي انا اشتريته، وانا استخدمت بالنسبه لي 11 علبه والحمد لله تشافيت. وطبعا العلبه يا اخوان سعرها تقريبا $7 بدون الشحن. يعني انت لست جالس في مثلا في هولندا، او مثلا جالس في بلجيكا، او جالس مثلا في استراليا وتقول لي انت قلت $7 يا اخي، او في اسبانيا انا قلت $7 من الشحن. ان ترسل صديقك يشتري لك ويجلبها معك، اما مصاريف الشحن لا اعرف يا اخي. فهذا مقدمة. فبالنسبة يا اخوان سوف نتكلم، قلت لكم، كبذور وكمستخلص، حتى نقطع كل التفاصيل، ومن يسألنا عليه سوف نرسله الى هذا الفيديو ان شاء الله. اخوان، اول شيء البهاق يحتاج الى الصبر والطريقه الصحيحه، وهذه الطريقه بفضل الله انا استخدمتها وجلبت نتيجه لي. والصراحه ذكرها ابن البيطار قبل 1000 سنه او 900 سنه بكتابه الجامع. ولكن ابن البيطار ذكر ان يتعرض الانسان للشمس من ساعه الى ساعتين. طيب لماذا انا اقول 5 دقائق الى 10 دقائق؟ يعني جعلت الساعه الى ساعتين، جعلتها 5 دقائق الى 10 دقائق يا اخوان، لان في زمننا هذا زاد شيء اسمه ثقب الاوزون. وثقب طبقه الاوزون، هذه طبقه الاوزون هي التي تحمينا من مضار اشعه الشمس، وبالتالي ارتفع يعني هاي المشاكل المناخيه وغيرها. وبالتالي يا اخوان انت تحتاج ليس بكثره الشمس بل بقله الشمس، حتى تحتاج شيء اسمه UVA. فاخوان نتوكل على الله ونبدا. قال من ساعه الى ساعتين، انا اقول من 5 الى 10 دقائق، لان الشمس تغيرت، الشمس اصبحت قويه، اصبحت بها مضارات، لانها اصبح بها ثقب. هذا الثقب لان طبقه الاوزون تحمينا من شيء اسمه UVB، اشعه الشمس ذات الموجه البنفسجيه ذات الموجه المتوسطه. فهاي الاشعه هي التي طبقه الاوزون هي التي تحمينا منها. الان حصل بها ثقب بسبب المصانع الصينيه وغيرها. وبالتالي فان الشمس اصبحت UVB التي تضر الامراض الجلديه. هي تنفع الانسان سبحان الله، ينفع الانسان باكتفاء، ولكن هي تسبب امراض جلديه، ومنها يعني انتشار البهاق. فسبحان الله لا تجلس بالشمس كثيرا، هاي طريقه الجلوس بالشمس كثيرا انا لا انصح بها. فنتوكل على الله. اخوان، كما تلاحظون سوف نبدا بالبذور، ومن ثم نرجع الى المستخلص من مصر. فركز معي يا اخوان، وركز على الملاحظات، لان انا هذه المقدمه لاهميتها ولكي تنفع بها ولكي تفهم الحاله. اخوان، بالنسبه للبذور تحتاج انت 3 مراحل لديك، 3 مراحل بكلا الحالتين، ان كانت بذور او كانت مستخلص. المرحله الاولى يا اخوان هي مرحله ان تشرب العلاج. المرحله الثانيه هي ان تدهن، والمرحله الثالثه ان تجلس بالشمس. طيب ناتي الى البذور. عندما تريد ان تشربها ماذا تفعل؟ تاخذ ملعقه واحده من البذور زائد كوب من الماء او كأس من الماء الساخن، تنقعها به، تنقعها عندما تبرد تشربها عند أذان الفجر. هاي ملعقة من الخلة زائد كوب من الماء الساخن يساوي شربا عند أذان الفجر. ولكن أنت متى أذان الفجر عندك؟ ربما يكون 4 صباحا مثلا، نقول 4 صباحا مثلا. فأنت يجب أن تفعلها هذه العملية، تفعلها قبل نصف ساعة عندما تقوم تتوضأ، أو قبل ساعة عندما يبرد. وإن شربتها دافئة، يعني عندما يكون لا تشربها على شكل يعني تكون باردة، أنت نقعتها مثلا الساعة 3:30، فوجدتها بعد نصف ساعة عندما صليت وكملت، يعني أول ما استيقظت من النوم عملت هذه الطريقة، وعندما تريد وصليت الحمد لله
فشربتها دافئة لا مشكلة، ولكن يجب أن تنقع بماء ساخن. لماذا؟ حتى محتويات الخلة تنزل بها، حتى محتويات الخلة تنزل بها. هاي بالنسبة للشرب تضيف عليها عندما تصلي وتكمل، يعني تكون الساعة الرابعة يعني عند الفجر، زائد مع عسل بدون عسل، معها عصير الجزر بدون مشاكل. إذن ملعقة من الخلة زائد كأس ماء ساخن عندما يبرد عند الفجر تشربها مع العسل أو عصير جزر أو عصير خوخ بدون أي مشاكل، وحدها بدون أي مشاكل. انتهينا من موضوع الشرب. نأتي إلى المرحلة الثانية، هي مرحلة الدهان. مرحلة الدهان ماذا تفعل؟ 3 معالق من الخلة زائد ماء ساخن، كأس من الماء، نصف كأس من الساخن، نجعله نصف أفضل. إذن 3 معالق من الخلة زائد نصف كأس ماء ساخن يساوي ماذا؟ يساوي تفعل هذه، تنقع هذه 3 معالق بالكأس متى؟ عند أذان الفجر، مثل أختها التي قبل سبقتها. ولكن عند الشروق تضيف على هذا النصف كأس من الساخن ملعقة شاي زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وتمزجهم وتدهن المناطق المصابة. انتهى الموضوع. نأتي على المرحلة الأخيرة، هي مرحلة التعرض. عندما يحصل الفجر تأخذ من هذا النصف الكأس الماء الساخن الذي نقعت به 3 معالق وتدهن المناطق المصابة، تجلس لمدة 5 دقائق إلى 10. إذا كان عندك مناطق حساسة 5 دقائق، والحساسة معروفة هي الأعضاء التناسلية والوجه وممكن الصدر، المناطق دائما التي لا تصلها شمس أو المناطق يعني تكون حساسة. أما الأطراف 10 دقائق ماكسيمال لا تتجاوز. انتهينا من البذور. ولكن تشرب البذور، تشرب الخلة يعني عند الشرب تشربها مع البذور. لماذا؟ لأن حتى وإن نقعتها بماء ساخن ربما لا يكون الماء الذي نقعته وتريد أن تشربه يحتوي على محتوى جميع البذور، لا تصفيها، اشربها وعسى ولعل معدتك تهضم هذه المواد الموجودة بصورة أفضل. هذا انتهينا من البذور. نأتي إلى المستخلص. المستخلص شيء أبسط. لماذا أبسط؟ لأن المستخلص وللأمانة المستخلص يكون أقوى لأنه يحتوي على المادة المذابة وغير المذابة. ولكن البذور تنفع والمستخلص ينفع، ولكن هذا أقوى. الخلاصة، نأتي على المستخلص. ماذا تفعل؟ عند أذان الفجر أول ما تستيقظ ماذا تفعل؟ أول ما تستيقظ تأتي بماء دافئ. إذن كأس ماء دافئ. أول شيء ملعقة خلة متوسطة أو كبيرة. أول شيء ابدأ بالمتوسطة. إذا ملعقة خلة متوسطة من المستخلص زائد ماء دافئ، كأس من الماء الدافئ، يساوي تشربهم بدون مشاكل، مباشرة تشربهم. هذا للشرب. نأتي عند الشروق. ماذا تفعل؟ المرحلة الثانية ملعقة من المستخلص زائد قطرة زيت الزيتون وتدهن. إذا كانت لديك مناطق كثيرة 2 أو 3 معالق مع 3 قطرات من زيت الزيتون، أو حتى لو تعملهم 5 معالق من الخلة زائد يعني ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وتمزجهم وتدهن، لا بدون مشاكل. إذا ولكن هي المقادير ملعقة مع قطرة للدهان، وانتهى الموضوع. وعندما تكون الشروق تجلس وتدهن المناطق المصابة وتجلس بالشمس لمدة 5 دقائق. انتهينا من الموضوع هذا. وإن لم تستطع أن تفعلها الفجر، اعمل الشرب عصرا والتعرض قبل المغرب بنصف ساعة. إن لم تستطع أن تعملها، خصوصا يعني الذين لديهم أعمال، الذين لا يستطيعون، الله أعلم كل إنسان وظروفه، لم تستطع فجرا، اعملها متى؟ اعملها يعني عصرا. الملاحظات المهمة بالطريقة، وهي أسرار إن شاء الله الطريقة الصحيحة. الملاحظة الأولى، عندما تشربها فجرا لمن لديهم معدة جيدة ونافعة، ونافعة يشربها الفجر، يعني عندما يصلي ويكمل، ماذا يفعل؟ لا يشرب بعدها ولا يأكل، يشربها على الريق ولا يأكل ولا يشرب، يمتص الجسم. طيب الذين مشاكل بالمعدة بدون مشاكل عادي، لا تشربها، يعني لا تشربها على الريق. عندك مشاكل بالمعدة لا تشربها يا أخي، ولكن يفضل أن تشربها بدون على الريق، وتنتظر لا أكل ولا شرب بعدها حتى أن تتعرض. بعد أن تتعرض بنصف ساعة ممكن أن تأكل بعد نصف ساعة أو ساعة. هاي الملاحظة الأولى. طيب
متى نغسل هذا الدهان بعد ساعة بعد التعرض. أنت ما تعرضت بعد ساعة. طيب الملاحظة الثالثة، ماذا نفعل عندما يكون يعني اليوم تعرضنا، اليوم ما هو اليوم؟ اليوم هو الأحد، أنت تعرضت الأحد والاثنين والثلاثاء الأربعاء الخميس حصل معك احمرار شديد، الجمعة لا تتعرض، الجمعة لا تتعرض، السبت لا تتعرض، الأحد لا تتعرض، بعدها ممكن الاثنين يكون الاحمرار خفيف، الثلاثاء ممكن أن تتعرض، وهكذا. يكون الاحمرار شديد نترك التعرض، يقل الاحمرار إلى مستوى أنه فاتح نرجع إلى التعرض، وكأن تأخذ طاقتك من الشمس. فهاي الملاحظة المهمة يا أخوان. فإن شاء الله أنا وفيت وكفيت، ويا أخواني هذه هي الطرق، وأتمنى إن شاء الله فدتكم بهذا الفيديو، وهذه الخلاصة وأمام يعني طريق كل شيء ذكرته تقريبا بهذا الفيديو من الملاحظات. وعندما قلنا تشربها مع بذورها، كانت بذور، كانت على شكل بذور، وعندما تغسلوها تغسلون بماء به برودة، وبماء يعني ليس ساخن، ماء دافئ أو على برودة، وبصابون غار تغسلون يعني المناطق المصابة التي أنتم يعني دهنتم المناطق. فهذه إن شاء الله هي هذه الطريقة الصحيحة. وبالنسبة للنباتات الأخرى صراحة لا أعرف، لأن فقط أنا استخدمت الخل البري بفضل الله وتشافيت، ولكن كل إنسان وحاته. هناك ناس يستخدمون الخل البري ويتشافون، وهناك ناس يستخدمون الخل البري مع الجينجو والكركم ويتشافون. هناك نبات خلاصة يستخدمون النبات البري مع كورس نبات، وإن شاء الله سوف نتطرق لهذا الكورس ونبين ما هي المواد الفعالة ولماذا يعني يساعد الإنسان على التشافي. ولله الحمد والشكر هذه الطريقة. فإن شاء الله يعني أفدتكم، وفي رعاية الله، وأتمنى إن شاء الله الشفاء للجميع. ولا تنسوا من صالح الدعاء، ورحم الله والدتي وأبي وأخي، ورحم الله موتى المسلمين. أنا كنت أستخدم هذه الطريقة، ولكن كنت أستخدم طريقة المستخلص، لأن كان عندي مستخلص، يعني هذه والمستخلص يكون طعمه أفضل من البذور حسب الناس. الصراحة أنا أستخدم البذور، الله أعلم، الناس يقول مرارة، ولكن أنا الله أعلم. أنا الصراحة سنة لم يعني أشرب المستخلص الحمد لله، تركته فنسيت الطعم. فإن شاء الله هذا هو الطريقة، وجزاكم الله خير، وتحياتي لكم في أمان الله.